عندي صاحبة حرفيًا بتعزم نفسها علينا وكل شوية تقول لي جاية عندكم أنا والبنات. طب البيت عندنا صغير، يعني لو هي جت لازم يا أبويا يطلع يقعد برا في البلكونة أو فوق السطوح، يا أمي تسيب الأوضة وتخرج، وأنا بصراحة مش قادرة أقول لهم كل شوية قوموا علشان صاحبتي جاية، بقت بتحرجني مع أهلي. والمصيبة إن الموضوع مش مرة ولا اتنين، ده بقى عادة. كل ما تزهق تقول لي هبعت للبنات ونية عندك، كأن البيت ملوش أصحاب. أنا لو كنت قلت لها تعالي في أي وقت فدي كانت مجاملة، يعني بنقولها في نهاية العزومات، بس هي فهمتها حرفيا. ويا ريت دي تيجي لوحدها، لا، دي بتعزم الشلة كلها. يعني فجأة الاقيها جايبة 8 بنات وعايزين قهوة وحلويات وعشاء، وأنا بصراحة ظروفي على قدها، وماما بتتعب من الشغل، وبصراحة بيبقى مفيش وقت نطبخ للحفلة دي. ولما أقول نطلب أكل يبقى أرخص حاجة محتاجة 400 جنيه وممكن توصل ل 800، وأنا أحيانا مش بيبقى معايا غير 100 جنيه. أعمل بيهم إيه؟ والأغرب عمرها ما جابت حاجة معاها، ولا شوكولاتة ولا جاتوه، ولا حتى قالت أنا هتكفل بالعشاء النهاردة. بتيجي تحط رجل على رجل وتقول كمان نطلب منين؟ ولو قلت مطعم بسيط تقول لأ، عايزين نطلب من المطعم الفلاني. طب إحنا مش زيك، انتي قالك تجار وعندك شغلتين، إحنا على قدنا والله. ودايما وقت الحساب تتحجج تقولي ادفعي انتي وأنا هبقى بعتهم لك. المهم من يومين قالت لي جاية لك الخميس، قلت لها هشوف لو البيت فاضي هبقى أقولك. امبارح بعتت لي وقالت أنا قلت للبنات إننا هنروح عندك، قلت لها ما ينفعش والله، أبويا مستضيف ناس والبيت مش فاضي. اتنرفزت وقامت حاطة على ستوري السناب إنها اتكسفت وقالت للبنات إيه الإحراج ده؟ أنا كنت معزومة ولقيتهم مش مرحبين بيا لدرجة إني اتكسفت. وبقت تلمح بالكلام كأن أنا اللي غلطانة، مع إنها ولا مرة سألت حتى لو البيت فاضي ولا لأ. وعلى فكرة هي مش طفلة، هي عندها 30 سنة، بس تفكيرها زي العيال الصغيرة. وأنا جملت وسكت كتير، بس حقيقي زهقت وبفكر أبعد عنها أو أقول لها بوضوح إنها متجيش تاني. وأنا دلوقتي مش عارفة هل أنا غلطانة في تفكيري ولا فعلا من حقي أبعد عنها. قولولي إني الصح، عايزة أسمع رأيكم بصدق.